السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة اكلة من اجمل الاكلات اللي كلنا بنحبها، وهي الحواوشي. الحواوشي عشان يطلع معانا مظبوط زي بتاع بره بالظبط، يبقى الكمية اللحمة لازم تكون قد كمية البصل المفروم. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، يبقى احط عليه نص كيلو بصل مفروم. وطبعا لازم مثلا قرنين فلفل، علشان بيديله طعم حلو جدا ويبقى سبايسي كده ومشطشط وطعمه جميل. الكمية اللي معايا، عندي نص كيلو لحمة مفرومة، ومعلقة هريسة، ونص كيلو بصل مفروم. طبعا اللي عنده عدد اكبر في الاسره، يعني يعمل كميه كبيره، يعمل كيلو لحمه يحط طبعا معاها كيلو بصل مفروم. معايا قرنين فلفل حراقين، ومعايا معلقه هريسه للي عايز يحطها. طماطمايه واحده بس صغيره، مقطعاها مش عصراها، يعني متقطعه كده بالسكينه قطع صغيره جدا عشان مش عايزينها تنزل ميه. معايا بقى اللي عنده بهارات للحواوشي بتيجي من عند العطار يحط، اللي مش عنده يبقى مثلا جوز الطيب، فلفل اسود، بهارات لحمة عادي. ده نص كيلو لحمة مفروم مع نص كيلو بصل مفروم، هنحطهم على بعض. ودول قرنين فلفل، واحد حراق وواحد بارد. ودي معلقة هريسة اللي عايز، طبعا عشان احنا بنحبه مشطشط يعني، فمعلقة هريسة. ودي طماطماية صغيرة زي ما قلت لكم، متقطعة قطع صغيرة جدا، مش معصورة ولا مفرومة في الكب. وده فلفل اسود وبهارات لحمة. وهبشر قطعة من جوز الطيب، شوية يعني صغيرين، قد اقل من ربع المعلقة، لان هي ريحتها بتبقى قوية يعني. طبعا هنحط الملح على قد الكمية اللي عندي، وهنقلبها كويس مع بعض. ولازم بقى نعجنها بايدينا كده، علشان طبعا اللحمة تمتزج كويس مع المكونات دي، ولازم تبقى زي القطع، زي العجينة كده، لانك لو ما عملتهاش بايديكي هتبقى متفرولة. نسيت اقول لكم على المكون المهم في الموضوع كله، قطعة دهنة. لازم يكون عندنا قطعة دهنة عشان نحطها على اللحمة، لان دي اللي بتديله طعم زي بتاع بره بالظبط. لو عندك مثلا لحمة دسمة شوية، تاخدي منها قطعة دهنة وتشيلها في الفريزر لحد ما تكوني هتعملي مثلا حواوشي او اي حاجة، فبتحطي عليها قطعة من الدهنة. بتجيبي المبشرة، بتبشريها على الناحية الناعمة، وبنحطها على اللحم. بتتبشر بسرعة جدا، بس لازم تكوني وانتي بتبشريها تكوني لسه مجمدة، علشان تعرفي تمسكيها وتبشريها على المبشرة. ممكن طبعا تعمليها في الكبة، بس مش مستاهلة، هي حوالي معلقة كبيرة او معلقة ونص. نعجنها بقى كويس في وسط اللحمة، لازم نتوهها في اللحمة. الحواوشي من غير الدهنة دي ما بيديكيش الطعم بتاع بره خالص. طبعا هنعمله بالعيش البلدي، بيبقى طعمه احلى بكتير جدا جدا. قبل كده عملناه بالعجين، المرة دي بقى قلنا نعمله بالعيش البلدي. نقصه بالمقص، وناخد بالمعلقة ونفرد اللحمة جوه الرغيف. طبعا اللي عايز يسويه على الطاسة يسويه على الطاسة على البوتاجاز، مش هياخد وقت طبعا. وهنسوي برضو في الفرن، عشان الفرن بياخد كمية مع بعض. بتدهنيه برضو بالزيت وبندخله الفرن. اهم حاجة في العيش
انك تختاري العيش اللي هو مش يكون مستوي قوي، يعني ما يكونش متحمر او فيه حتت محروقة، بحيث ياخد السوا كويس وما يتحرقش اكتر. نجيب صاج وهندهنه بالزيت، وهنرص فيه العيش اللي احنا حشيناه باللحمة، وبرده هندهنه من على الوش كده عشان ياخد تحميرة كويسة، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180. لو الفرن عندك مش مظبوط او ما بيبقاش يعني شغال من فوق وتحت، ممكن نحط تحت الاول وبعد كده نطفي تحت ونشغل الشواية لو هما الاتنين مش بيشتغلوا مع بعض يعني. دلوقتي هنعمل بقى الرغيف اللي هنسويه على الطاسة. الكمية اللي هي نص كيلو لحمة مفرومة ونص كيلو بصل مفروم وقرنين فلفل، ودي بتعمل حوالي 10 ترغفة من العيش البلدي العادي بتاعنا، اللي هو الحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو العيش العادي مش الكبير قوي. ده هنا انا سخنت الطاسة ودهنتها برضو بالزيت، ودي بقى بيستوي عادي على النار، ومن وقت للتاني بقلبه وبدهن وشه برضو بنفس الطريقة بتاعة الفرن، وبقلبه من وقت للتاني لحد ما يتحمر. وما نعليش النار لا في الفرن ازيد من 180 ولا على البوتاجاز يكون النار عالية، لازم تكون النار وسط عشان ياخد وقته كويس واللحمة تستوي جوه الرغيف. لما بنفتحه كده الرغيف وهو على النار بنلاقي اللحمة بتغلي جواه، نضمن ان اللحمة استوت كويس جدا. وده اللي طلع من الفرن. في الفرن بقى بيطلع مقرمش جدا وطعمه حلو، في ناس بتحبه كده. لكن لو عايزين طعمه يبقى ملدن كده وطعمه لا هو طري ولا هو ناشف، وسط كده، بتجيب علبة عندك كبيرة نفرشها بورق أبيض أو ورق مناديل وبنحطه في العلبة. بصوا بيبقى ناشف، بنحطه في العلبة يعني 10 دقايق ربع ساعة لحد ما نيجي يعني ناكل وكده. جميل جدا. وبنغطي العلبة بس مش بنغطيها كلها، بنسيب حتة مفتوحة كده علشان ما تعملش بخار جوه وتعمل مية على على الحواوشي. ربع ساعة 10 دقايق بتيجي تفتحيها بقى بتلاقي العيش مطري كده وجميل، ولا هو ناشف ولا هو طري. وده اللي هو بتاع الطاسة. وده وصفتنا النهاردة، ولو عجبتكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.